لا، وهي أنه ظل يستمر بحقوق المرأة فقط، أن المرأة لا تستحق. أهلا بكم مجددا أحبتي، ويسعدني أيضا أن أكرر الترحيب بالشيخ الحاضر معنا الشيخ هاتف حميد. مساء الخير، شرفتنا شيخ. أهلا وسهلا. شيخ، احنا وصلنا نقطة جدا حساسة وانت حاضر النقاش من أول الحلقة. نعم. وصلنا موضوع القوانين، ونحن اليوم عندنا قانونين نافذات على أرض الواقع، اللي هو القانون العام والقانون العشائري وقانون الأحكام والأعراف العشائرية. بصفتك يعني شيخ عشيرة أو يعني مطلع على هذه الأمور، شنو وجهة نظرك؟ شو تشوف؟ هل القانون العام أو القانون القضائي هو النافذ أكثر على أرض الواقع ولا قانون العشائري بكل صراحة؟ بدءا تحية إليك وللضيفتين الكريمتين ولمشاهدي قناتكم. الحقيقة احنا أولا خلينا نشخص ماهية العار. شنو هو هذا العار اللي يستوجب القتل؟ نعم. مرات إذا بنت تحب لها شاب بالقرية يقتلوه، هذا يسمونه عار، بينما هذا مو صحيح، غلط. ومرة الزوج يجد زوجته متلبسة بالخيانة، نعم، هذا عار. احنا ما جاي نفرق من الذي يقتل. اولا هو القتل جريمة قتل النفس مو شيء سهل، بس مرات الانسان يضطر عليه عندما يجد الزوج زوجته متلبسة بالخيانة. نعم. هاي المحصنة في الدين وفي العرف العشائري تقتل. نعم. اما الغير محصنة حتى اذا تزني ما تقتل، هي تجلد. هذا حكم الشرع. احنا مخربطين هالشغله. نعم. شرع على عرف على قانون. الحقيقه اللي دا يصير بالبلد انه العرف وقانون العشائر هو اللي طاغي على القانون الوضعي. ليش؟ هو يعني القانون الأكثر نفوذا هو القانون العشائري. نعم، لأنه القانون يعني الوضعي ملاحظتنا دقيقة أنه اليوم أغلب مشاكلنا حتى حالات القتل تحل عن طريق العشائر. مرة تحل بشكل صحيح ومرة بغير صحيح. غالبا كيف تحل شيخ؟ الغير صحيح غالبا. حقيقة العشيرة منفردة بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان. ليش هذا؟ هذا متأتي لأنه القانون الوضعي ضعيف. تلاحظين؟ نعم. عندما يضعف القانون يطفو على السطح القانون العرفي. القانون ضعيف بحد ذاته لو القانون كأداء ضعيف كتطبيق؟ لا كتطبيق. القانون العراقي قانون، أنا ولو مو اختصاصي، نعم، بس أنا أشوفه قانون راقي معالج كثير من الأمور، لكنه التطبيق ضعيف. يعني أنا قبل فترة نعم شفت كنت داخل إلى محكمة جنايات واسط، والقاضي حكم بنية سنة قاتله زوجها. ليش؟ لأنه زوجها يجبرها أن يمارسون أصدقائه معها. وأهل الولد شاهدين للقاضي بأنه ابننا عنده هذا الفعل، وابننا فعلا واصل إلى هاي المرحلة من الانحطاط والهبوط. مع هذا حكمها سنة. فأنا أشوف هاي إنسانة شريفة، هاي إنسانة راقية، هذه شريفة ونبيلة ودافعت عن شرفها. فما كان من القاضي أنه على الأقل كان يكرمها. المسألة الثانية، الله في القرآن يقول الزانية والزاني، نحن نقتل الزانية ولا نقتل الزاني. الرجل هاي الازدواجية بالمعايير، هاي الازدواجية كون نرحل عنها. نعم. بعدين القتل مو على كل شيء. يعني أنا قبل سنة جابوا يمي بنية عمرها يمكن بال20 سنة ومعها 3 أطفال. نعم. يردون يقتلونها. ليش؟ لأنه لاقين بالموبايل مالها 13 اتصال من شخص. يابا قلت لهم الزنا الله يأكد عليه بالقرآن يريد 4 شهود، و4 شهود يجب أن يكونون عدول ويكون شهادتهم كذا وكذا وكذا. تمام. وأما على القتل يريد شاهدين، والزنا 4. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يؤكد على شرف الناس، يؤكد. طيب شيخ، عفوا، هسه احنا هذه القصة وغيرها من القصص من العشيرة؟ هل هو الشيخ العشيرة، رب الأسرة؟ من اللي يصدر الأمر بالقتل؟ يعني من اللي يقول يحدد أنه هذه لازم تنقتل؟
والله حتى أكون وياك صريح، هذه تراكمات قبلية بقت مؤثرة بالمجتمع إلى هذا اليوم. هذه ما مسؤول عنها شخص واحد، هاي مسؤولة عنها عادات. عندك مداخلة ست جمانة؟ ممكن تداخلين الشيخ. يعني بصراحة ثارني سؤال آخر. في حال أنه الرجل قتل زوجته غسلا للعار، طيب ما هو بالقرية أو بهذه المنطقة أيضا راح يظلون ينظروا له بنظرة أنه هو قاتل زوجته لأنه مسكها في وضع خيانة، صح؟ لا بالعكس، تدرين ايش عندهم من قول؟ اصبع عابه وقصينا اوسون. جسدي في اصبع، عاب هذا الاصبع تمرض بالسرطان وقطعته، فانت شجاع، انت بطل، انت شريف لان قتلت زوجتك. نعم. فانا دا اقول حتى بالشرع قتل الزوجه المحصنه جائز، بس هذا يحتاج الى دلائل ويحتاج الى ثبوتيات ويحتاج إلى شهود. يجب أن تؤخذ هذه الدلائل والشهود بعين الاعتبار من قبل القانون. أستاذة أحلام، محاكمنا العراقية، محامينا العراقيين اليوم هل يأخذون بعين الاعتبار ظروف الجريمة والظروف المحيطة بالجريمة؟ أكيد أستاذة، هو أو أي قضية كانت، أي قضية كانت، وخصوصا القضايا المتعلقة بالشرف والسمعة مثل ما ذكر الشيخ، اللي هي المتعلقة بالزنا أو أي مسألة أخرى، مثل هكذا قضايا أكيد لازم تأخذ كافة، تستغرق المحكمة كافة تحقيقاتها. يعني المسألة مو هينة، لأنه هنا راح تجي تتأثر سمعة. والأستاذة جمانة قالت في المسألة للشيخ، قالت له يعني هو الرجل هنا ما راح تعيب العشيرة إذا قتل زوجته. ذكر الشيخ قالها لا، يعتبر هذا مفخرة. لكن هنا أكو سؤال ممكن تقولي له للشيخ أستاذة جمانة، ولو أعذريني، ممكن تقولي له أنه هذا الرجل ما فكر بأولاده. عادة احنا المشكلة وين؟ المشكلة انهم ورا ما تموت الزوجة تبقى اذا عندها بنية او اذا عندها ولد ما حد ياخذ منها، تبقى على الاطفال. اطفال راح يبقون طول عمرهم انه هذه، يعني احنا مجتمعنا انه لا تاخذ، شلون تتزوج هاي البنية، هاي امها كانت كذا، وهي اكيد مثل ما نقول العرق دساس وكذا، وهاي تعرفين. اذا راح نعود للعرف العشائري. شيخ هاتف، من تتم هذه الجرائم وتوصم بغسل للعار. هسه احنا نريد بالبدايه، انت فصلت العار تفصيله جدا جميله. اكرر عليك السؤال ايضا، هل هناك نسبه زياده بقتل النساء او حتى المراه اللي تقتل زوجها؟ هل هناك زياده لاحظتوها من خلال يعني مواقف العشيره؟ والله اكو هاي النسبه، بس هي مو غسل للعار حقيقه. نعم، اكو نسبه. بل العار اصبح به تفنن. الفيسبوك، الانترنت، التواصل الاجتماعي، الموبايل، اصبح من العوامل المسببه. يعني اني الاسبوع الجاي في جلسه على بنت محاميه. نعم. المحاميه يشهرون بها وينشرون صورها في المواقع الاجتماعيه. نعم. وباسماء وهميه. اني يكون مو ما يصير يعني، ولا اني نشرت صوره بنتي او اختي راسا اجي اقتل، واللي دا ينشر فد اسم مستعار، فالصوره مستعاره، يكون عندي عقل. القتل، مو انا بينت لك، القتل مو مساله سهله، لكنه مع هذا احنا ما نقبل، ديننا اصلا ما يقبل المتزوجه تزني، بس بنفس الوقت كون انا الرجل هم ما ازني. نعم. تلاحظين شلون؟ نعم. فاني ما اشوف اكو ازدياد بهذا الخصوص، وانما اكو ازدياد في امور اخرى. اولا هذا البلد مر بحروب عديده، مر بعوز، انهيار اقتصادي، سياسه عادله ماكو، فد مسائل لوثتنا كثيرا، الجوع، الحرمان، القهر، نسبه الطلاق، هاي العوامل فد جزء مهم من اسباب الجريمه. طيب شيخ، نعم. شيخ هاتف، ما هو موقف العشيرة بشكل عام من المرأة اللي تقوم بقتل زوجها؟ هسه عدا الحالة اللي ذكرت لنا اياها قبل قليل، هناك ايضا يعني بعض النساء تعنف من قبل ازواجهم، وبالتالي تفقد يعني عقليتها، ادراكها، وتمارس الجريمة. شنو موقف العشيرة من هذا؟ والله هذا الشيء موجود. نعم. موجود وبكثرة. يعني هل تقوم بأخذ الثأر مثلا، تقوم مثلا بالمطالبة بفصل، يعني الطالب بدم القاتل أو المقتول؟
خلينا من الفصل هسه الماديات. نعم. خلينا نعالج المسائل الاجتماعية المعنوية. مرات اكو زوج هو يجبر زوجته على قتله، يضطهدها، مخل في شروط العقد معاها حيث المأكل، الملبس، المسكن، ما مهتم بها، فهي الإنسانة تنهار، تصل إلى حد القتل. تمام. ومرات لا، اكو هي تقتل زوجها لتتخلص منه، عندها ارتباطات مع شخص آخر، هذا أيضا موجود. تلاحظين شلون؟ طيب اسمح لي، احنا وصلنا ايضا تفصيله جدا مهمه، انه في موضوع نتفق عليه، انه احيانا البشر يخرج عن وعيه وادراكه، وهذا ما دائما يشير الى بدقه الطب النفسي. استاذ احلام، اليوم المحاكم العراقيه والمحامي العراقي تحديدا، هل ياخذ بعين الاعتبار الوضع النفسي للجاني؟ هل تؤخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالجريمة، إن كانت مثلا تعاني من استفزازات معينة يقوم بها الرجل، استفزازها، ضربها، أذيتها، أذية أولادها؟ هنا القانون شنو رأيك؟ اسمحي لي أستاذ، هو الشيخ ذكر قبل شوية قضية جدا مهمة اللي قلت بأنه إحدى النساء في منطقتكم قتلت زوجها وتم الحكم عليها سنة. بلي. طبعا هنا بهاي الحالة القضاء المن التجأ راح على الباعث شريف. إذا ممكن أن تستخدم كافة الدلائل، والقضاء ممكن أن يستخدم كافة النظريات حتى يطبقها على الحالة الموجودة. هنا هي استفادت من هذا لا يعتبر لا عذر مخفف ولا شو، إنما القضاء راح على الباعث اللي دفعها على أن ترتكب هذه الجريمة، المحرض، لأن هو كان يغصبها على أن ترتكب الفاحشة أو الرذيلة. نعم. فهنا المرأة دافعت يعني ما قبلت أن تمشي بهذا الشيء أو بهذا الطريق، وبالتالي قتلت زوجها. إذن القضاء بهذه القضية بالذات اللي ذكرها الشيخ، وطبعا أنا هسه أتمنى أنه أنا راح قلت لي بها منطقة هذا في واسط أنا راح أشوف زملائنا المحامين أنه يا ريت يعني يطلعونا على القرار الحكم، لأن هذا قرار جدا مهم. عندما القضاء التجأ إلى والحلو أنه أثار باليوم يعني جدا جدا مهم. وهي هذه أنا أرجع وأقول أنه هنا القضاء ذهب إلى نظرية الباعث شريف. وهم أنا أحب أذكر لك مسألة أستاذة، هنا مسألة الغسل للعار ويعرفها الشيخ، ليس فقط ترتكب ضد النساء، أيضا ترتكب ضد الرجال. يعني الرجال عندما أيضا يرتكبون الفاحشة أو بعض المسائل اللي هي غريبة عن مجتمعنا، يعني في عدة مسائل أيضا يتم القتل، ليس فقط النساء. وحتى حوادث تم الإعلان عنها، وكانت حوادث جدا هزت المجتمع العراقي، وتعرفوها قضية أحد الأشخاص في البصرة أو كذا. صارت هذه الحوادث. المسألة ما تتعلق فقط بالنساء أو بالمرأة، أو الرجل يقتل المرأة لغسلا للعار أو أنه شافها بأنه خرجت عن التقاليد، لكن أيضا الرجال أيضا مشمولين بهذه المسألة. إحنا مشكلتنا وين أستاذة؟ مشكلتنا في تعديل القوانين. ذكرتي أيضا مسألة همينة كانت من ضمن سياق الحديث، قلتي أنه المرأة إذا الرجل هو يجبرها إذا ضربها، وهي المشكلة أنه قانوننا أيضا هو برر ضرب الرجل المرأة. بالضبط. احنا أستاذ أحلام راح نرجع نكمل، يعني اليوم أعتقد المشكلة هي غالبيتها متعلقة بالجانب القانوني، فخلي بس نتابع رأي الشارع العراقي بهذه القضية ونرجع نكفي موضوعنا. يعني المرأة تكون مسالمة، طبيعتها هي أصلا مسالمة، بس تكون مسالمة يعني أوقات تكون تحتاج أنها تكون غير مسالمة دفاع عن حقوقها مثلا يعني. بس مرات نلقى بأنه أكو المرأة تصير بالمجتمع هي مظلومة بسبب أكو افتراءات أو غير افتراءات وشغلات ما لها علاقة بها. مرات كبرياء المرأة، مرات غيرة المرأة، مرات أنه المرأة يعني شلون تفقد من وراء سبب خيانة أو سبب أي شيء ثاني، يعني يجعلها أنه يطلع الجبروت اللي بداخلها أو القوة والعنف اللي بداخلها. يعني السؤال الأكثر شيء اللي يصير بأنه تتوقع يا ضيف أنت المختص بهالموضوع أنه المرأة بالعراق ماخذة كل حقوقها؟
اهلا بكم مجددا. ست جمانة ممتاز، حضرتك ناشطة مدنية، شنو رأيك كناشطة مدنية بقانون 409؟ يعني شوفي نوال، راح ارجع اقول لك، احنا مثلا اذا نريد نعدل قوانين بالبرلمان راح نطالب كمجتمع اولا، لان الشرعيه تجي من المجتمع. راح نطالب كمجتمع، نطلع نهوس تظاهرات، نسوي لوبيات ضغط على البرلمان، نغير القوانين، لكن حقيقه بدنا نصطدم بمنظومه اخرى اللي هي المنظومه العشائريه. ارجو انه ما تزعل من عندي الشيخ اليوم، بالعكس من الممكن انه هو يكون رسول في هذه القصه، ان ينقل ايضا راينا احنا الى العشائر بشكل عام. احنا نريد الصحيح ان شاء الله. يعني راح نقدر نضغط على البرلمان نعدل قوانين، بس شلون نعدل قوانين المنظومه العشائريه؟ يعني هاي ما بها فد شكل قانوني او طريقه نضغط بها على العشائر حتى يغيرون بعض لازم القوانين. تجاوبش على هذا الموضوع. يعني استاذ احلام، شنو رايك؟ هل فعلا انه القانون العام يصطدم بالقانون العشائري؟ لا، هو المفروض احنا دوله شئنا ام ابينا دوله مدنيه، ويجب ان تكون القوانين الوضعيه هي النافذه. انا من وجهه نظري طبعا هذا اللي يفترض طبعا. والدليل على هذا، والدليل نعرف كل احنا مسألة الدقة العشائرية ومسائل العشائر، ويعرفها الشيخ، هي مسألة يعتبروها خط أحمر، ويعتبروها أنه هاي من مسائل العشائر، أنه من حق العشيرة تروح تدق عشيرة، لكن من تدخل القضاء العراقي أوقفها أو حد من عندها، يعني حد من عندها. ولا أنا أقول لك أوقفها أيضا، لأنه من اعتبر الدقة العشائرية توازي الإرهاب، وهناك أحكام فعلية صدرت بحق اللي يرتكبون مثل هذه الأعمال. نعم. إذن أصبح القانون هنا أقوى. تتفق شيخ؟ أنا طبعا مع أن يكون القانون أقوى؟ تتفق بهذا الموضوع؟ اي اكيد. انه القانون العام اقوى من القانون أكيد. العشائري؟ عندما يكون القانون حاسم وقوي وصارم يكون اقوى. والمثل اللي تفضلت به الست احلام مثلا جد رائع، حيث فعلا انتهت الدقه. طيب من انتهت ما هسه احنا هذا جانب، الجانب الاخر في بعض العشائر اليوم تهدد منفذ القانون وتدق عشائريا وتمارس عليه الضغوطات وتهدده وتوصل له وتصفيه. فاحنا هنا انا اريد اعرف شيخ، يعني من يتهدد المنفذ للقانون يتهدد من قبل العشائر، شلون احنا نحل ست الموضوع؟ نوال، الفوق القانون وفوق العرف وفوق الشرع هو أن تكون عندنا ثقافة احترام القانون. نعم. نحن نحتاج، يعني الله يرحمه محمد صالح بحر العلوم، نعم. في قصيدته أين حقي يقول على هاي المرأة اللي مقتولة، يقول أين كان الدين عنها عندما كانت عفيفة. نعم. إحنا ليش نوصل المرأة إلى الانحراف وليش نوصل الرجل إلى الانحراف؟ إحنا أكو عوامل لو نتثقف عليها ونتمرن عليها ونتدرب عليها يمكن ما نحتاج حتى القانون. لكن احنا ما عندنا ثقافه مسلطه على المجتمع، يعني مجتمع يا جهه حكمه الجهه الحاكمه حايره بس بنفسها. وشنو التحدي شيخ؟ شنو التحدي انه هاي الثقافه توصل الى هذه المناطق البعيده اللي تحصل بها الجرائم؟ هو التحدي اساسا قائم انه ما في قطب مباشر للحكم، يعني عفوا هو مو موضوع تحدي، عده اقطاب. انت تقول ثقافه قليله ومعدومه في مثلا هذه المناطق اللي تحصل فيها الجريمه. انا اضرب لك شنو كيف ممكن انه هاي الثقافه توصل؟ انا اضرب لك مثل الست نوال بسؤالها تقول لي الان اللي ينفذ القانون يهددوه. احنا اساسا كمجتمع ما مؤمنين بمنفذ القانون. هو القانون على نفسه ما منفذه. يعني مثلا تهديد الطبيب يوديك المن يوديك على الحبس. أي. بس هو نفسية الطبيب ما محترم القانون بعض الأحيان. قانون الموجه يعني هاي مشكلة. احنا اكو عندنا مشكلة عدم الوعي بالقانون. القضية وتضيع القضايا كلها وفق هذه المفاهيم، لكن خلينا نحدد قضايانا أكثر شيخ لو سمحت. هسه اليوم احنا عدا جانب التهديد في قضايا أيضا تزور شهادات الوفاة، وبعض الحالات الكثيرة اللي تم تزوير شهادات الوفاة خصوصا عندما تقتل المرأة. والله أنا ما تزوير شهادة الوفاة ما سمعان بي ما شايفه. هاي ممكن تسألين يعني الأسباب، يعني قصدها الأسباب الأستاذة مو صحيح؟ قصدك أنه يذكر في شهادة الوفاة سبب الوفاة؟
هذا سبب مقصود. الوفاة نعم. تزور أيضا أنه هي مقتولة، لكن بشهادة وفاتها يعني لهم كهرباء لهم أو قضاء وقدر أو حادث أو تبقى هنا يشتغل الضمير وتشتغل الأخلاق والأخلاق المهنية للأطباء. يعني بالتأكيد هو عندما تذهب أي جثة يتم العثور عليها يتم إيداعها في دائرة الطب العدلي، وبناء على التقرير هو التقرير اللي راح يبني مثل ما نقول القضية على أساسها. وأتصور أنه هاي المسائل قليلة مو بسهولة. ما يتهدد الطبيب يعني من قبل العشائر إذا مثلا ذكر الحالة أنه مقتولة، شخصها بالقتل، سبب الوفاة مقتولة؟ نادرا ما تحدث مثل هكذا حالة. طيب نادراً. ست جمانة، شنو رأيك بموضوع التهديدات، خصوصا أنتم يعني منظمة نسوية وفيها الكثير من الشخصيات؟ نحن مؤخرا سمعنا خصوصا في المناطق اللي شهدت بعض الحراك السياسي الساخن، على سبيل المثال البصرة، محافظة البصرة، قبل فترة تم تصفية إحدى الناشطات، ومن ثم بعد تصفيتها يعني أشيع أنه قتل غسلا للعار. فهل تعرضتم يعني لهذه التهديدات؟ أعتقد أكثر من حادث نعم. ظهر، وبعدين بالأخير كان التبرير أنه هو خلاف عائلي. نعم. هذا وارد، بس بالمناسبة خليني أذكر هذا وارد مو بس بالعراق. نعم. هذه المنطقة هي العربية كلها بهذه الطريقة تفكر. أنه المرأة حتى توقفها عند حد معين تنظر إلى، خلينا نقول، تضربها في أخلاقها. نعم. سواء كانت تريد ترشح أنها تكون سياسية، تظهر في التظاهرات، أي حراك إلها تكون هي في الواجهة. إذا تريد توقف المرأة يعني خلاص تتحدث عن أخلاقها. نعم. وتطعن في شرفها. وأنا أصلا مفهوم الشرف يعني بصراحة عندي عليه يعني ملاحظة. يعني الشرف يفترض أنه يكون صدق الإنسان ونزاهته. نعم. مو كم الأخطاء اللي هو يسويها. ما إحنا بشر بالأخير، ماكو ملائكة. يعني هذه النقطة أيضا إحنا نتعامل وياها بازدواجية بصراحة في مجتمعاتنا يعني بشكل عام. الإنسان يخطأ، حتى يعيش حتى يخطأ ويصحح خطأ. نعم. أنت لما تقتله ما انطيته أي فرصة بعد أنه يصحح خطأ، خلاص يعني انتهت حياته. ولهذا أصلا من الأساس في كل العالم اليوم أكو يعني موقف أيضا من عقوبة الإعدام مهما كانت الجريمة، حكمه مؤبد، بس لا تقتله. ما هي الفكرة من العقوبة أنه هي عملية إصلاح. لما تجي تقتله خلاص ما بقى أي إصلاح، راح هذا، انتهى هذا الإنسان ولا ممكن أنه يصلح حاله. لما نتحدث عن قتل فهذه أعلى درجات يعني العقوبة. منو ينطي هذا الحق أنه تزهق روح الله خلقها؟ يعني كأنها يعني عملية تحدي لله سبحانه وتعالى. تعرضتوا للتهديدات ست جمانة؟ في عناصر نسوية ناشطة حاليا تعرضت للتهديد؟ يعني بشكل عام العمل في هذا المضمار هو غير يعني ما اريد اقول غير امن، بس تتعرض فيه النساء للتهديد. لانه نحن نسمع ايضا ولاحظنا من بعض الناشطات والصديقات المقربات انه في تهديد مباشر لبعض النسوة، خصوصا اذا نشطت في مجال السياسة، في ميدان السياسة، من تتجه هذا الاتجاه تبدي تتعرض لهذه التهديدات بالتصفية. هذا وارد بالنتيجة. المرأة يعني ولو أنا يعز علي أقولها، بس هي الحلقة الأضعف في المجتمع، الحلقة الأضعف. أرجع أقول لأنه لما نتحدث عن المرأة من الممكن أنه يتم الحديث عن أخلاقها وبسهولة تشوه. يعني أسهل شيء اليوم بجرة فيسبوك خلينا نسميها. لا والله أنت اليوم شخص يدعي يعني. أنت اليوم شجاعة حقيقة. احنا طالبنا بأكثر من ناشطة لتحضر معنا الحلقة وغالبيتهم اعتذروا. يعني أنت اليوم شجاعة إنه اجيتي حكيتي بهذا الموضوع، موضوع جدا حساس، وخصوصا القتل وقتل النساء غسلا للعار. بالعودة إلى موضوعنا أستاذة أحلام، يعني معاييرنا بتطبيق القانون بها نوع من الازدواجية، وإلا ليش المرأة تحكم بالمؤبد وليش الرجل يحكم ب3 سنوات مع وقف التنفيذ؟ مو هو هذا ذكرت لك قبل قليل، هي مسألة قانون والاستفادة من العذر المخفف. نعم. على اعتبار بأنه
المشرع بذاك الوقت يعني عندما شرع هذه ادري ليش ما تستجد؟ يعني هسه احنا غير القضايا يوميا احنا تثار قضايا جديده، يعني مجتمعنا دائما الثقافات الدخيله تدخل علينا وتغير عده مفاهيم، من ضمنها يعني جرائم القتل وغيرها ومسببات القتل ايضا. هو لهذا هسه هو حاليا في مجلس القضاء الاعلى هناك لجنه لمراجعه القوانين، نعم. ومن ضمنها قانون العقوبات، وبالذات هذه الماده طبعا جدا عليها جدل. 409 الماده 409. نعم. واللي اعرفه مثل ما يعني سمعت من البعض هو انه كان الجدال هل يتم رفع العذر التخفيف وبالتالي تصبح هذه الجريمه جريمه كامله مع سبق الاصرار، ممكن ان يعاقب الرجل فيها اقصى العقوبه مثل ما تعاقب المراه فيها في اقصى عقوبه ممكن ان تتلقاها، يا اما الاثنين يستفادون من العذر. استاذه احلام عفوا على مقاطعتك، لكن الموضوع جدا مهم. هل تؤخذ بعين الاعتبار الحاله النفسيه للجاني؟ هو هنا المشرع في ذاك الوقت عندما شرع الماده 409 اخذ في باله او اخذ في حسبانه انه الرجل اكثر عاطفه واكثر استفزازا واكثر ممكن انه تاثر عن نفسيته، لكن تجاهل مشاعر المرأة. يعني وكأنه المرأة عندما تفاجئ زوجها في وضع ممكن وضع الخيانة أو في وضع ممكن أن تستفز به وترتكب به جريمة، هنا المشرع أنا وجهة نظري رغم أنه هي تعتبر هذه المادة هي نقطة مثل ما نقول بها نوع من التميز بين الرجل والمرأة، يعني قصدي أنه ماكو مساواة، لكنه هنا أقر المشرع بأن المرأة أكثر حكمة من الرجل. بصراحة أقول لك إياها بهاي المادة، لأنه هنا المادة لأنه اعتبروا الرجل أكثر استفزازا والمرأة أكثر حكمة وأكثر صبرا وعقلانية. فمرأة أنا أشوف هاي المادة تردين الصدق يعني خلينا نحكيها إذا أخذ لها من منظار آخر أشوفها هنا هذا تقييم للمرأة. المرأة هنا أصبحت جدا عندها عقل وجدا تتحكم بعواطفها وجدا ضابطة. هسه حتى حكمك هذا بجانب عاطفي مو جانب رسمي. هسه جانب عاطفي نحكي احنا هي المادة هم من شرعة خليني اخذ رأي الشيخ. شيخ هاتف شنو رأيك؟ والله أنا ما أدخل بالجزئيات. نعم. أنا أحكي بالعموم. المرأة في مجتمعنا مضطهدة ومظلومة. والله الشيخ هنا يعني كل حقيقة المرأة وخصوصا العراقية نعم. مضطهدة كثيرا ومظلومة كثيرا ومغتصب حقها كثيرا. تمام. ما أدخل بالجزئيات نعم. بالشكل العام. أما أكو مسألة تفضلت بها الأخت جمالا. نعم. إحنا كشرقيين نحتكر الشرف في جسد المرأة. أما أكذب أسرق ما أدي واجبي بشكل صحيح أنا رجل شريف، لكنه عندما المرأة تخطأ في هذا الجانب أصبحت هي امرأة غير شريفة. بينما أنا من أخطأ مثل خطأها ماكو أحد يحاسبني. طيب الشيخ أنا لأنه بدأ الوقت يداهمني، شنو ممكن الأمور اللي تحد من هذه الظواهر، ظواهر القتل يعني اللي بدأت شوية تتسرب لمجتمعنا ولعوائلنا العراقية؟ والله 3 عوامل. العامل الأول رجل الدين. نعم. يجب أن يسلط الضوء على هذا الجانب كثيرا. الديني. نعم. العامل الثاني تقوية القانون وبسطه ونفوذه وأن يكون صارم وحاسم. الشيء الثالث أن يكون هنالك تثقيف إعلامي. نزيد من التثقيف الإعلامي في المدارس. هذا دور الناشطات. لا مو بس دور الناشطات، مو بس دور الناشطات. أهم من الإعلام. في دول إذا تسمحين لي في دول أوروبا في دول أوروبا نعم. اكو عندهم درس للطلاب من الابتدائيه حتى الدرس العسكري. نعم. يعلمونهم العسكريه. فانا اقول حتى واجب المعلم. نعم. شوف انطلق يعني انا اعرف استاذ نعم. يفتش باختصار للصوت. اي اعرف استاذ نعم. يفتش ويصلح بدفاتر الطلاب، لقى رساله من اخته عند هذا الطالب. رساله حب غراميه جميله بها عفه. نعم. الطالب خجل طبق الدفتر قال له أنا أشكر أختي لأن عرفت إيش تختار.
جميل. وينكو هاي المثاليات؟ جميل، شيء رائع، شيء رائع. جمانة، نحن اليوم من فترة نسمع في بالنية إقرار قانون العنف الأسري، وهو مطروح أيضا نعم. للمناقشة في البرلمان. باختصار ماذا يحتاج هذا القانون، ولماذا كل هذه الضجة الإعلامية ولحد الآن ما يعني هو أنتم من البداية حكيتوا على القوانين، حقيقة أريد أقول فد شيء مهم جدا. نعم. تعديل القوانين يأخذ فترة زمنية طويلة، يعني مو عملية سهلة، وتحتاج نضال مجتمعي أيضا، إصرار، لأن هو حاجة مجتمعية أنه اليوم تتغير بعض القوانين. تتفقين المادة 409 41 من القانون. نعم. قانون العقوبات يتضارب أصلا مع الدستور العراقي، يعني ما أريد أحكي في المجال القانوني، هو للست أحلام، لكن المادة 14 من الدستور تنص على أنه العراقيون متساوون أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الطائفة وإلى ما هنالك من تفاصيل. من هذا المنطلق نحن ننطلق في اليوم كناشطات مدنيات نطالب بتعديل القوانين، بس نحتاج جهود متكاتفة. أكيد، قانون الإعلام، الاجتماعية من الوزارات، خلال المنظومة العشائرية، الدينية، نعم. كلها شكرا. تحتاج تأييد حتى نعدل نعم. بعض القوانين. شكرا جزيلا، وشكرا لك أستاذة أحلام، شكرا للشيخ هاتف، شكرا للست جمانة، والشكر موصول لكم سادتي المشاهدين. كان هذا اليوم موضوع نقاشنا عن جرائم القتل بين المتزوجين. تحياتي لكم، وانتظرونا في الأسبوع القادم بإذنه تعالى. إلى اللقاء.